جنوية هذه المسطرة الأخرى جنوية جنوية هذه المسطرة الأخرى جنوية. آي 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 ستر الله، والله العظيم إلا ستر الله. واش شفتوا هذيك الجنوية باش تشير عليه؟ شفتوا هذيك المسطرة باش تشير عليه؟ ترى كل ما دار ديك كان غادي يقسم ليه وجهه. واللي زاد صدمني كذلك واللي لفت الانتباه ديالي اكثر هو هذيك السيده اللي كانت واقفه مع مول المحل. راه ما تزعزعاتش، ما دارت حتى شي ردة فعل، وكأنها هي عادي هذا الشيء هذا اللي وقع، مولفه بهذا الشيء هذا. ما عرفت واش من الصدمات تخلعات وتفيكسات بلاصتها، الله اعلم. يعني شابو ليك، تبارك الله عليك وخلاص والله العظيم. اول حاجه بعد السلام عليكم ورحمه الله اخوتي، كي دايرين؟ صافا مزيان؟ تحياتي لكم، تحياتي للمغاربه فين ما كانوا في العالم، الزول في اللون. فضلا وليس امرا نتمنى اخوتي انكم تدعمونا بزر اشتراك وفعلوا جرس التنبيهات. القناه مازال جديده ومازال محتاجه الدعم والتشجيع ديالكم، فما تبخلوش علينا باللايك وبالتشجيع والسبسكرايب كذلك، وفعلوا جرس التنبيهات، وشكرا لكم بزاف. هادشي هذا في حي مولاي رشيد، في مدينه الدار البيضاء. واش هادشي اللي كيوقع في حي مولاي رشيد كيبان لكم انه عادي نورمال؟ راه غير في هاد الايام اللي فاتوا شوفوا معايا شحال من جرائم وقعت في حي مولاي رشيد. انا ما غاديش نتكلم لك على داك الشيء اللي وقع الشهر اللي فات ولا العام اللي فات، انا غادي نتكلم لك غير على هاد الايام اللي فاتوا. شحال من مره تكلمنا على حي مولاي رشيد. الجريمه الاولى اللي تكلمنا عليها في حي مولاي رشيد هو هذاك اللي قطعوا ليه رجليه فاش تصالات المباراه ديال الديربي الرجاء والوداد، وداك الشيء اللي وقع ما بين الالتراس مع بعضياتهم اللي تحاماو على واحد وحسكوا ليه الرجل ديالو. هادشي كله على اش؟ على والو، حيت انت كتشجع هاد الفرقه وانا كنشجع هاد الفرقه، ولانه حنا ما كنشجعوش نفس الفريق غادي نشدك غادي نحسك لك الرجل ديالك. تكلمنا كذلك على الجريمه اللي وقعت في كاش بلوس كذلك في حي مولاي رشيد كذلك، هذاك اللي دخل المشغله ديالو وسد عليها ودخل معها 4 ديال الجناوه وصفاها عليها بدم بارد. ومن بعد خرجت يعني اخبار كتقول انه كانت بيناتهم شي علاقه، وفي الاخير هي بغات تزوج شي مهندس وهو ما عجبوش الحال، فاشنو غيدير؟ غادي يصفيها ليها. هادشي هذا كذلك وقع في حي مولاي رشيد في مدينه الدار البيضاء. وهذا الفيديو اللي شفتوا معايا الان كذلك راه في حي مولاي رشيد، يعني هادشي كله في اقل من شهر في حي مولاي رشيد. شوفوا معايا هذا مسخوط الوالدين هذا، وشوفوا معايا هذه الجنويه باش تشير على هذا مول المحل اللي كيبيع الالكترونيات. كان غادي يخسر ليه وجهه، كان غادي يقسم ليه وجهه على جوج، لولا ستر الله سبحانه وتعالى دار ديك دوزها ليه حدا وجهه. هذا ثاني تسناو غدا ولا بعد غدا غادي تخرج امو، غدا ولا بعد غدا غادي تخرج امو غتقول لك مختل عقليا. راه ولدي راه مختل عقليا، ولدي راه الله يعمرها دار، ولدي راه كيصلي، راه هو اللي خدام عليا، هو اللي هزنا، هو اللي كيجيب لي الدواء، ولدي كذا. شوفوا ولدها الان اش كيدير. انا قلتها لكم الان قبل ما تخرج امو، لانني انا عارف غتخرج امو، لان هذا الان ما غاديش يعطلوه. الفيديو حاليا راه تراند في مواقع التواصل الاجتماعي وداير ضجه في السوشيال ميديا. هذا ما غاديش يعطلوه، كونوا على يقين ما غاديش يعطلوه، غادي يجيبوه، لانه الفيديو داير روينه في السوشيال ميديا. يعني راه لولا ستر الله دي راه محاوله تصفيه جسديه، هذه راه محاوله قتل هذه. يعني يا عباد الله، واش بنادم حماق لهذه الدرجه هذه؟ واش بنادم ما عندوش العقل لهذه الدرجه هذه؟ واش بنادم ما تيفكرش؟ ايوا انا المستخسر راه كتسناك واحد 10 سنين ولا واحد 15 عام ديال الحبس. الفصل 507 اللي غادي يطبق عليك، حمل السلاح الابيض ومحاوله الاعتداء كذلك بالسلاح الابيض ومحاوله تصفيه جسديه، هذه واحد 10 سنين ولا 15 عام راه كتسناك الان غادي تدوزها ان شاء الله، باش هذه المره هذه تعرف شنو كدير. وهذا خصو يبقى عبره لاي شماته. واحد اخر عاوتاني غادي تخرج موتا هو الدافع عليه في ليساسفا في مدينه الدار البيضاء. لا هاد السيمانه هذه واقيلا حنا غنشدوها في مدينه الدار البيضاء، ما غاديش نساليو مع هاد المدينه هذه للاسف. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تيفي، مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا معنا تكسير ازيد من 14 سياره بحي ليساسفا مدينه الدار البيضاء، وكان تدخل ايجابي من طرف العناصر الامنيه والدائره الامنيه، وقاموا بايقاف هذا الصعصع هذا اللي هرس اكثر من 14 طوموبيل بواحد الجنويه. شوفوا معنا الطوموبيلات اللي قام بالتكسير ديالهم،
انسان حاط السياره ديالو معلمه به حتى كيتفاجئ بشخص متعاطي للمخدرات هاز السيف وكيهرس في الطوموبيلات، راه حشومه وعيب. فنتمنى له عقوبات سجنيه صارمه جدا. الجرائم والكوارث اللي كيوقعوا في الدار البيضاء راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واحد اخر اشنو دار؟ مشى سكر نعم سيدي، ساطوره جنويه قداش وغادي بان له واحد الصف ديال الطوموبيلات مصافين واقفين في امان الله، في امن وامان. ناض شنو دار؟ هرس لهم الزاج ديالهم كاملين، داز عليهم طوموبيل بطوموبيل كامله، هرسهم كامله، دقدقهم كامله، شتتهم. 14 طوموبيل تصوروا معايا داز عليهم كاملين. هذا الان حتى هو غدا ولا بعد غدا تخرج امو تقول لك لا راه الله يعمر هذا ولدي راه كيصلي، هو راه خارج من البار، راه خرج من الملهى الليلي سكران، خارج سكران وهاد الجنويه قداش ونزل على 14 طوموبيل. ولكن مو راه ما غاديش تقول لك كان سكران، فاش تخرج تدافع عليه مو راه ما غاديش تقول لك كان سكران، تقول لك لا راه مسكين خلل عقلي، راه مسكين مره كينوض عليه داك الحماق ديالو. اما ولدي الله يعمر هذا اي والله العظيم حنا راه خاصنا شي سجن ديال غوانتانامو، خاصنا نبنيو شي سجن يكون بحال هذاك اللي كاين في الشيلي، ولا شي سجن بحال ديال السلفادور هو اللي غيقضي مع هادو. اما هاد السجون اللي عندنا للاسف ما بقات قضيه والو مع هاد ولاد الحرام، سجن عكاشه ولا سجن العرجات ولا هاد السجون ديالنا حنا ما بقات قضيه والو. خصنا شي سجون بطبيعه الحال اللي تكون سجون ديال بصح، يدخل ليها نهار يخرج عمرو يفكر يدير شي حاجه. فاش غادي نقولوا الله يدير شي تاويل ديال الخير؟ هذا ما كان والله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دابا شنو هو الانجاز؟ شنو هو الانجاز اللي درتيه؟ 14 طوموبيل واقفين في امان الله، نوض انا نهز الساطوره ولا نهز الجنويه، زعما شنو راك واعر زعما؟ ونوض ندوز عليهم كاملين ندقدقهم ونهرسهم؟ شنو هو الانجاز اللي حققتيه مثلا؟ زعما راك صعصاع واعر انت زعما؟ ايوا الان غتمشي تخناز في الحبس، واللي غيبقى واحل معاك هما والديك، امك هي اللي غتبقى واحله معاك طالعه ونازله عليك في المحاكم، ومخلي امك من وراك كتقلب لك على المحامي. راه والديكم اللي تيوحلوا، نتوما راه كتمشيو تخنازوا في الحبس وكتخلي والديكم من وراكم تيطلعوا ويهبطوا عليكم في المحاكم وكيسعاو عليكم بطبيعه الحال في المحاكم، وكيسعاو اللي يسوى واللي ما يسواش باش انهم يطلعوكم ويخرجوكم. يعني راه والديكم بحال ذاك النهار والديكم بايتين قدام قصر العداله من بعد الشغب اللي وقع في التيران ديال الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط. شكون اللي كلا الدقه وشكون اللي كلا العصا؟ والديكم اللي باتوا قدام قصر العداله، واللي جا خارج كتلقاهم كيمشيو لعندو ولادنا واش غتطلقوا لينا ولادنا؟ يطلقوا لكم ولادكم داروها زوينه مثلا؟ ولادكم خاصهم اعاده التربيه وخاصهم يترباو. ايوا والغوات والبكاء الهستيري اللي دوزنا داك النهار ديال الامهات قدام قصر العداله، يعني راه والديكم اللي كلاو العصا. هذا الان ولا حتى هذاك اللي شير على مول المحل بجنويه راه غيهزوهم غيلحوهم في الحبس، ولكن والديهم هما اللي غياكلوا العصا، يخرجوا عاوتاني يبقاو يبكيو في السوشيال ميديا ويبكيو في مواقع التواصل الاجتماعي. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم اخوتي الى هنا، تهلاو لي في راسكم، مع السلامه.